لو بتحس ان انت اغلب الوقت قلقان في وسط الناس، بتبعد عن التجمعات، بتبعد عن المناسبات، موبايلك على طول سايلنت، الواتساب بترد عليه كل يومين ثلاثة، ده لو رديت اصلا لان هو تقيل على قلبك، بتخاف ان انت تسأل حد عن حاجة او تتكلم او تعبر عن رأيك لحد يحرجك او يحكم عليك. لو انت عندك شوية من الاعراض دي فانت غالبا عندك مشكلة رهاب اجتماعي. المهم ان انت تعرف ان انت مش ضعيف ومش غريب، دي مشكلة نفسية معروفة ومعروفة جدا، وليها تمارين لو انت عملتها في البيت واحدة كده على واحدة هتقدر ان انت تكون طبيعي وتتخلص من المشكلة اللي عندك. فخلينا النهاردة نتكلم في 3 حاجات. الحاجة الأولانية ايه الأعراض اللي بتحصل لك، انت بتبقى حاسس بايه. الحاجة التانية ده ايه سببه عشان تبقى فاهم انت ليه بيحصل لك كده وتحاول تحل مشكلتك. خلينا نبدأ بالأعراض واوصف لك انت بالظبط بتحس بايه. اول ما تتحط في موقف مضطر ان انت تتعامل فيه مع ناس او في وسط تجمع او تسأل حد عن حاجة، بيبدأ قلبك يدق بسرعة قوي وكأنك بتجري في سباق، ايدك بتترعش، جسمك بيعرق، نبضك بيبقى عالي قوي وبتحس ان نفسك ضيق، بطنك بيحصل لها تقلصات وبتتوتر وبتحس ان انت عايز تدخل التويلت ومش مرتاح، وشك بيحمر جدا وتحس ان وشك سخن وكأن الناس كلها حاسة بالصهد اللي بيطلع من وشك. كل الأعراض اللي بتحصل لك دي بتخليك عايز تهرب دلوقتي حالا، عايز ان انت تسيب الناس وتمشي ومش فارق معاك شكلك هيبقى عامل ازاي. بس المشكلة ان انت ما بتبقاش راضي عن نفسك، انت بتروح البيت بتقعد تفتكر وتلوم نفسك، انت ليه مش عارف تبقى طبيعي؟ ليه فلان كان في الموقف ده عارف يتصرف، وليه فلان كان في الموقف ده عارف يتعامل وانا حاسس ان انا مش مرتاح؟ طيب ده ممكن يكون سببه ايه؟ واشمعنى انا اللي بيحصل لي كده؟ الرهاب الاجتماعي مش بيجي من فراغ، في اكتر من سبب. ممكن يبقى انت عندك 1 أو 2 أو 3 او عندك كلهم مع بعض. السبب الأولاني إن وانت صغير مريت بموقف محرج والموقف ده أثر عليك لحد دلوقتي. ممكن تكون انت مش فاكر الموقف نفسه ولا فاكر ايه اللي حصل لك، بس لسه سايب جواك علامة هي اللي بتتحكم في تصرفاتك لحد دلوقتي. السبب التاني ان انت ممكن تكون كان بيتوجه لك نقد او بتتحط في مقارنات كتير، وللأسف أغلبنا حصل معاه ده. اهالي كتير بتقعد تقارن الولد او البنت باهلها، بقرايبها، باصحابها في الفصل، بابن عمتها وابن خالتها وغيره. فانا دايما حاسه ان انا عليا سبوت لايت، عليا اضاءه، لو انا عملت موقف او غلطه صغيره قد كده فجاه الناس بتركز معاها وبتبقى كبيره جدا. ويا ريت بس لو انا غلطت، ده لو انا عملت حاجه صح بس اقل من المتوقع او اقل من الناس اللي حواليا برضو بيبقى عليا سبوت لايت والناس مركزة معايا وشايفة ان انا عملت كارثة او ما عملتش اللي مطلوب مني. فده بيخلينا لما نكبر بنخاف من حكم الناس علينا وبنخاف ان اي حد يحرجنا، فبنتجنب الناس اصلا وبيحصل عندنا مشكلة الرهاب الاجتماعي. والسبب الثالث ان في ناس بيبقى عندها استعداد وراثي للقلق، الموضوع مش في ايديها اصلا. واخر سبب ان احيانا بيكون الموضوع عضوي او بيولوجي، ان حصل خلل في وظائف المخ او خلل في الجزء في المخ اللي بينظم عندي التوتر، فده خلاني على طول متوتر وقلقان وحاصل عندي المشكلة بتاعت اللي مش عارف اتعامل مع الناس. باختصار الموضوع مش في ايدك، لكن الحل في ايدك وفي ايدك انت لوحدك وبس. ناس كتير كان عندها رهاب اجتماعي وعدت منه وخلصت منه وعاشت حياتها بحرية ولا كأن كان عندها اي مشكلة. العلاج الأساسي اسمه علاج معرفي سلوكي، وده بيعتمد على حاجتين. الحاجة الأولى اسمها تغيير الأفكار السلبية، وده احنا كنا عملنا عنه ريل قبل كده صغير بنتكلم فيه ازاي أفكارنا بتشتغل وازاي نقدر ان احنا نتحكم فيها. هسيب لكم اللينك بتاعه أو هتلاقيها في الآي اللي فوق على اليوتيوب. الخطوة التانية هي انك تواجه المواقف اللي بتخوفك خطوة بخطوة. تعالوا بقى نقول مع بعض شوية تمارين ممكن ان انا اعملها في البيت تساعدني ان اتخلص من الرهاب الاجتماعي نهائي. التمرين الاولاني اسمه فكر بعين تانية، يعني غير الفكرة السلبية اللي عندك وفكر بطريقة مختلفة. اول ما تجيلك فكرة زي انا مش هتكلم علشان الناس ما تضحكش عليا، انا مش هتكلم عشان الناس ما تحرجنيش، انا مش هروح المحل الفلاني اسأل على حاجة للراجل يبص لي بصة مش كويسة،
ابدأ اكتب في ورقة قدامك الفكرة اللي جاتلك، واسأل نفسك كذا سؤال. السؤال الأولاني: في دليل على اللي أنا بقوله؟ في دليل ان الفلان ده هيحرجني؟ في دليل ان ده هيعاملني وحش؟ في دليل ان ده هيبص لي بصة مش كويسة؟ السؤال التاني: ايه احتمال تاني ممكن يحصل؟ يعني انا ليه افترضت ان حد هيحرجني او هيعاملني وحش؟ ابدا احط احتمال تاني ان الشخص ده هيقول لي او هيرد عليا في السؤال اللي انا سالته، وهاخد اللي انا عايزه وهروح. البني ادم ده هيسمعني، رايي هيعجبه، الموضوع انتهى. ابدا احط بدايل تانية، ما خليش فكره واحده بس هي اللي في دماغي. ولو انا مش عارف ارد على السؤالين دول، اقعد افكر مع نفسي. لو واحد صاحبي هو اللي جه قال لي الجمله دي وان هو حاسسها في نفسه، انا هحاول اهديه ازاي، او هرد عليه ازاي، او هبرر له الموضوع ازاي، او هصبره ازاي؟ كل الردود دي هبدأ اكتبها في الورقة. ده هيفتح لدماغي مجال ان اعرف ان في احتمال والتاني والتالت، وان افكاري مفيش عليها دليل خالص، وان في مبررات انا لو بكلم حد غيري كان ممكن اطلعها له. كل ده هيساعدني ان انا افتح دماغي شوية واغير الافكار السلبية او الصندوق اللي انا محبوس فيه. التمرين التاني اسمه مواقف صغيرة او التعرض التدريجي. ابدأ اختار مواقف صغيرة وبسيطة كانت بتخوفك، وابدأ غيرها او ابدأ اتعامل معاها. يعني جرب مرة تبعت فويس لحد من اصحابك، تكتب كومنت على بوست حد كده عيد ميلاده فتدخل تكتب له بوست على الفيسبوك، ما تبعتش ما بينك وما بينه لو كنت انت بتبعت اصلا. ادخل محل واسأل عن سعر حاجة او خامة، وابدأ حاول تتعامل مع صاحب المحل شوية. وفي الاخر كل ما تعمل موقف وتتشجع وتقدر ان انت تعدي منه، روح اكتبه في ورقة، وخلي الورقة دي كل ما تعمل موقف تزوده عليه، كل ما تعدي من موقف تزوده عليه. هتتشجع كل ما تلاقي نفسك بتعدي بمواقف كتير، وهتتشجع انك تحاول تعمل موقف والتاني والتالت عشان تملى الورقة اكتر. وكل ما تلاقي الورقة بتزيد معاك كل ما هتتشجع اكتر واكتر. التمرين التالت اسمه تمرين كراسي السينما او اعادة التركيز. كل ما تحس كده ان الناس مركزة معاك بزيادة، وان اي كلمة ولا اي موقف هيتريقوا عليك وهيحرجوك وهياخدوا بالهم ويحكموا عليك، تخيل ان انت قاعد في سينما، الناس كلها قاعدة بتتفرج على فيلم ومركزة معاه. هل الناس هتسيب الفيلم اللي شغال في السينما وهتركز معاك انت؟ نفس الفكرة بالظبط. الناس في حياتها عندها حاجات كتير تركز معاها، كل واحد مشغول بحياته وبمشاكله. ولو يا سيدي مرة ركزوا معاك، 1000 مرة مش هيركزوا معاك. عشان كده التمرين اسمه إعادة التركيز. اعرف ان كل الناس او اغلب الناس مركزة في حياتها، وانت اخر اهتماماتها ان هم يركزوا مع تفاصيلك، فما تحسش ان انت عليك اضاءات قوي كده زيادة عن اللزوم. التمرين الرابع، وده تمرين مهم جدا، اسمه تسجيل الواقع. يعني كل ما تمر بموقف روح البيت واكتب الموقف، واكتب انت كان توقعك ساعتها ان هيحصل ايه، ويا ترى ده حصل ولا لأ، الموضوع عدى ولا لأ، عرفت تتعامل معاه ولا لأ، توقعاتك ان الناس هتحرجك او تتعامل معاك وحش حصل ولا لأ. وهتلاقي نفسك كل يوم بتكتشف ان توقعاتك كانت اكبر بكتير من الموقف، وان دماغك وافكارك بتضخم الامور زيادة عن اللزوم، وان انت اللي ساحل نفسك وساحل تفكيرك. الناس ما بتعملش ده ولا هم بيعملوا توقعاتك اساسا. التمرين الخامس اسمه دقيقة قوة. قبل ما تروح تتعرض لموقف بيخوفك، اعمل كل حاجة تخليك واثق من نفسك. البس لبس انت عارف ان شكلك حلو فيه ومريح وبترتاح لنفسك، ولما بتشوف نفسك في المراية بتحس ان انت تمام جدا ومالك زمانك. اقف، او قبل ما تدخل على الموقف ده افرد جسمك، خد نفس بهدوء 3 مرات، حس بان انت قوي، حس ان انت متقبل نفسك، متقبل شكلك، رافع دقنك لفوق، داخل دخلة ثقة، وابدأ اتعرض للموقف اللي انت داخله. كل الحاجات دي هتساعدك انك تديلك قوة وانت بتتعامل في المواقف اللي بتخوفك. ومن اول ما تعمل كده لحد ما توصل للشخص او للموقف اللي انت رايح له، كل ما افكارك تقولك اي حاجة تخوفك، قول دي مش افكاري، دي افكار الخوف، دي مش افكاري، دي افكار الخوف، انا اقوى من الخوف.
اقنع نفسك واقنع افكارك ان انت مش خايف. مش موضوع بقى علم طاقة او الحاجات اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات ونتريق عليها. الموضوع ببساطة شرحناه في فيديو قبل كده، ان احنا افكارنا بتشتغل بالزن. لما تدخل لي فكرة غلط وتقعد تقول لي انت وحش انت وحش انت وحش، انا هصدق ان انا وحش وهبقى داخله حاسه ان كل الناس شايفاني وحشه. لكن انا المطلوب مني ان اشيل الفكره دي واحط فكره بدلها حلوه تساعدني ان انا اقول انا قوي، انا تمام، انا كويس، انا واثقه من نفسي. احارب افكاري بنفس طريقتها، بدل ما الفكره الوحشه هي اللي بتدور وبتزن في دماغي ادخل فكره تانية احسن هي اللي تدور في دماغي لحد ما اصدقها. في النهايه محدش فينا بيتغير في يوم وليله. انت ممكن خطوات صغيرة جدا انت مش حاسس بقيمتها دلوقتي او نتائجها مش باينة دلوقتي، لكن هتقربك اكتر من الراحة والثقة خطوة بخطوة لحد ما توصل للي انت عايزه. اوعى تحكم على نفسك بقسوة. انت مش عيب ولا انت غلطة ولا انت عار بتستخبى منه. انت واحد قدامه تحدي، وكل ما يجرب هينتصر عليه. مرة هينتصر عليك، مرة هتنتصر عليه. المهم ان انت تفضل في الحرب دي لحد ما تكسب نفسك. محدش فينا بيحب ان هو يدخل حروب، بس في حروب لازم ندخلها. لما الحرب دي يبقى نتيجتها يا انا ابقى كويس يا اعيش في جحيم، يبقى لازم تدخل الحرب دي ولازم تفضل تواجه لحد ما تكسبها. ابدأ ولو حتى بأبسط تمرين انت شفته من ال5 تمارين اللي احنا اتكلمنا عنهم، ابدأ بيه النهاردة، لان انت تستحق ان انت تعيش بأمان، تستحق ان انت تعيش حياتك من غير خوف.